السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير واحسن حال. الفيديو ده مهم جدا لطلاب ثالثه ثانوي علشان اقول لكم على اهم النصايح اللي هتمشوا بيها الفتره دي، وكمان هقول لكم على الجدول اللي انتوا هتلموا بيه المنهج المتراكم عليكم قبل شهر رمضان، وكمان تمشوا مع الجديد. يعني انتوا هتلموا القديم وكمان هتمشوا فيه الجديد. فالفيديو ده مهم جدا للطلاب اللي رقمت المنهج من اول السنه، وكمان الناس اللي بتذاكر اول باول، علشان هقول لكم على الجدول اللي المفروض هنمشي بيه الشهر داتي قبل رمضان عشان نلم المتراكم وكمان نمشي فيه الجديد. فالفيديو بتاعنا متقسم لجزئين، الجزء الاول هو النصايح والجزء الثاني وهو الجدول اللي انا عملته. فيلا بينا ندخل على النصايح. وطبعا مفيش طالب دخل الثانويه وما جاش فتره ورقم عليه المنهج، كلنا حرفيا حصل معانا كده، بس في نسبه كويسه قدرت ان هي تلم المتراكم وعملت خطه كويسه عشان تلم المتراكم ومستمره كمان مهما كان المتراكم عليها ده ايه. وفي بقى نسبه برضو كتيره بسبب المنهج المتراكم عليها ده تعبت نفسيا وجسديا وملهاش نفس ان هي تكمل الثانويه، وجت اخر فتره عايزه تاجل علشان لسه متراكم عليها المنهج. تعالوا اقول لكم تعملوا ايه للم المتراكم وكمان تنسوا فكره التاجيل، علشان انا مرشحهاش ليكم خالص، لان ده مش الحل الانسب ليكم. الحل الانسب ليكم انكم انتوا تبداوا انكم انتوا تنظموا وقتكم كويس، وتعملوا خطه انكم انتوا تمشوا عليها وتلموا المتراكم وما تاجلوش الثانويه خالص. اولا عشان تستغل الفتره دي صح، انت لازم تبعد عن التليفون، اقفله خالص الفتره دي وشغله بس تابع المدرسه يوتيوب بس، علشان كل ثانيه انت بتضيعها انت مش بتحس بيها. التليفون بياخدك بالساعه والساعتين طول اليوم والثلاث ساعات كمان، انت ما انتش حاسس بالساعات اللي انت فاتح بيها. فبدل ما بتضيع ساعه ساعتين في اليوم استغله في المنهج. وكمان لو انت لقيت نفسك فتحت اليوتيوب على التاب وضيعت وقتك برضو على اليوتيوب، اقفله برضو الفتره دي، خد مثلا تليفون بابا او ماما وشغلوا اليوتيوب عليه وقت ما انت محتاج حاجه من اليوتيوب. بس الفتره دي حاولوا انكم انتوا تبعدوا الفتره دي عن التليفون، لانكم انتوا مش هتحسوا بالوقت اللي بيضيع منكم بسببه. تمام. تاني نصيحة هي نظم يومك صح، وابدأ يومك بجدول وخطة كده يومية انك انت هتمشي النهاردة عليها، وهتعمل في الساعة الفلانية كذا والساعة دي كذا. ما تضيعش وقتك على الفاضي، ولو انت بتروح سنتر فحاول انك انت تروح وتيجي على طول وما تضيعش وقتك. الخطة اليومية اللي انت هتعملها في يومك هتفرق معاك جدا، وبدل ما بتضيع وقتك بالساعات تلاقي نفسك كل ساعة بتستغلها صح، لانك انت مخطط كويس وعارف كويس هتعمل ايه في اليوم ده. تالت نصيحة وهي انك انت تحاول تظبط يومك صح، مش عشان مراكم المنهج وحاسس باحباط فانك انت تنام 24 ساعة، لا، انت لازم تفوق لنفسك كده، تنام بدري، تصحى الفجر كده، تبدأ يومك من اوله، تصلي الفجر وبعدين تبدأ يومك. حتى هتلاحظ في الجدول اللي انا عملته لكم ده انك انت هتلاقي فترة صباحية وفترة مسائية. الفترة الصباحية دي هتبدأ من بعد صلاة الفجر على طول، لان هي حوالي 6 ساعات، فطبعا انتوا بتروحوا دروس وكده، فلازم احنا نقوم من الفجر علشان نخلص المتراكم اللي علينا وكمان ننزل دروسنا، بحيث ان احنا نخلي بالليل للمذاكرة الجديدة والفترة الصباحية دي للمذاكرة القديمة والمتراكم علينا. فاحنا لازم نقوم بدري، يعني مثلا ننام الساعة 10 كده، اخرنا الساعة 10، نقوم الفجر كده نصلي الفجر ونبدأ يومنا علشان نلم المتراكم اللي علينا وكمان ننزل دروسنا. ونيجي بقى الجدول بتاعنا هنذاكر 10 ساعات في اليوم، 6 ساعات قديم و4 ساعات جديد. الست ساعات القديم ده خلينا فتره صباحيه، والاربع ساعات الجديد هنخليهم فتره مسائيه. فانا عملت الجدول ده بحيث ان احنا نلم المتراكم وكمان ناخد الجديد. طب تعالوا اقول لكم اليوم الاول هنذاكر فيه ايه. اليوم الاول هنذاكر فيه يونت جرامر، يونت 1 و2 وكمان الدرس الاول كيمياء. تمام. اليوم الثاني هنذاكر فيه كلمات يونت 1 و2 وكمان الدرس الاول احياء. اليوم الثالث هنذاكر فيه الدرس الاول والثاني فيزياء وكلمات يونت 3. طبعا احنا معظمنا كلنا بنراجع الدروس الاولانيه، طبعا كلنا معظمنا ذاكرنا الدروس الاولانيه فهناخد عليها مراجعه سريعه. نيجي بقى لليوم الثالث الدرس الاول والثاني فيزياء. اليوم الرابع هناخد فيه الدرس الثاني والثالث كيمياء وكلمات يونت 4. اليوم الخامس هناخد فيه جرامر يونت 3 و4 والوحده الاولى نحو. اليوم السادس هناخد فيه الدرس الثالث والرابع فيزياء. تمام. اليوم السابع هناخد فيه الوحده الثانيه نحو وكمان الدرس الثاني احياء. اليوم الثامن هناخد فيه الدرس الرابع كيمياء وكلمات يونت 5. تمام. عندنا كمان اليوم التاسع هناخد فيه جرامر يونت 5 والدرس الخامس فيزياء. اليوم العاشر هناخد فيه الدرس الثالث والرابع احياء. تمام. اليوم ال11 هناخد فيه الدرس الخامس كيمياء والوحده الثالثه نحو. اليوم ال12 هنخلص فيه الادب، او مثلا لو احنا مخلصين بس 4 دروس بس هناخد الاربع دروس ونسيب الجديد. تمام. اليوم 13 هناخد فيه الدرس السادس فيزياء وجرامر يونت 6 وكمان. يعني الصبح خدنا الست ساعات القديم، وكمان هنيجي بالليل بعد المغرب مثلا او العصر مثلا هناخد الاربع ساعات الجديد، بحيث ان احنا لو خدنا النهارده مثلا درس العربي هنبدا ان احنا نذاكر العربي، يعني كده مثلا، يعني كده هنذاكر 10 ساعات، قلنا 6 ساعات قديم واربع ساعات جديد. الاربع ساعات الجديد ده قلنا زي ما هناخد في اليوم، يعني احنا النهارده خدنا درس احياء هنذاكر درس الاحياء، خدنا النهارده كيمياء هنذاكر الكيمياء، وبس كده. هو ده الجدول اللي انا عملته بحيث انكم تلموا المتراكم بتاعكم في 13 يوم وكمان تلموا الجديد. الفيديو بتاعنا خلص، اتمنى يعجبكم، ما تنسوش انكم تعملوا لايك وكمان تشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد. باي.